حقيقة فقدان رامز جلال البصر واعتزاله التمثيل، هنعرف مع بعض الحقيقة ايه. بس اطلب من حضراتكم لايك وشير واشتراك في القناة لو انتوا اول مرة تشوفوا قناتي. كشف الفنان ياسر جلال حقيقة إصابة شقيقه بفقدان البصر واعتزال التمثيل بعد تردد تلك الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية. وأوضح ياسر جلال أن الأمر مجرد شائعات وصفها بالسخيفة، مدينا ترويج تلك الأخبار ورفض التعليق عليها لأنها تعد بلا معنى بالنسبة له. وأضاف خلال تصريحات أن شقيقه رامز جلال بخير ويعمل بشكل طبيعي جدا ولا يلتفت إلى تلك الشائعات، لذا لم يعلق عليها، داعين الله أن يحفظ شقيقه من كل شر. ويعد رامز جلال واحد من أشهر مقدمي برامج المقالب في الوطن العربي، والذي اعتاد تقديمه خلال شهر رمضان منذ سنوات ماضية، ويحقق من خلاله أعلى نسب مشاهدتها على مدار الشهر الكريم. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت منذ أيام بأنباء على فقدان الفنان رامز جلال بصره في العين اليسرى واتجاهه إلى اعتزال التمثيل. ولفت البعض إلا أن الإصابة جاءت نتيجة دخول مادة حارقة في عينيه واستمر في الصراخ خلال التصوير، إلا أن البعض اعتقد أنه مقلب في العاملين قبل أن ينتبهوا لحقيقة الأمر. وردد البعض أن الإصابة تمت أثناء تصوير مقلب رمضاني، إلا أن الأمر لم يعلق عليه رامز جلال بالنفي أو بالتأكيد حتى الآن، مكتفيا بالصمت، وهو ما زاد الغموض حول الأمر وساعد في استمرار تداول الشائعات. وتصدر اسم رامز جلال محركات البحث في جوجل، إلا أن الفنانة المسؤولة عن الملف الصحي بنقابة المهنة التمثيلية أكدت أنه لم يرد إليها أو أي شيء يتعلق بتعرض رامز لإصابة بالغة، معتبر أن ما جرى تداوله مجرد شائعات وليس له أي أساس من الصحة.